أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. احنا موجودين معاكم النهارده من داخل إحدى القلاع المشيدة في قطاعات عديدة، قطاعات المقاولات والسوفت وير وصناعة وتركيب عدادات الكهرباء الذكية، مع رجل التحديات، رجل المهام الصعبة، الدكتور وائل الشهاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشهاوي. برحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا وسهلا بيكم بكل الحضور. أهلا بك يا فندم. لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالدكتور وائل الشهاوي. هو حاجه بسيطه جدا، انا دكتور مهندس وضابط سابق في وزاره الداخليه، وعديت باماكن كتير يعني على مدار الخدمه بتاعتي لحين لغايه ما وصولا بالتفرغ لاداره مجموعه الشركات في القطاعات العديده بقى اللي احنا مرينا بيها يعني. لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بمجموعة الشهاوي. مجموعة شركات الشهاوي يمكن اتأسست من أكثر من 25 سنة، من سنة 97 تقريبا، في أكثر من مجال. أول شركة يمكن بدأنا بيها اللي هي الشركة الأم بقى وقتها، شركة الحمد للمقاولات العامة، ودي متخصصة في مجال الإنشاءات بالكامل، وأغلب الشغل والأنشطة بتاعتها كانت مع مشروعات قومية ومشروعات خاصة بالتشييد اللي بتقوم به الدولة يعني في قطاعات مختلفة، وآخرهم الحمد لله كنا لنا الشرف إن احنا من المساهمين في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى والمراكز في الريف المصري اللي هو المعروف باسم حياة كريمة. اتطور الموضوع معانا شوية ودخلنا في مجال مشروعات الطاقة تحت مسمى شركة أخرى اسمها سكاي لأنظمة الطاقة أو سكاي إنرجي. دي موجودة في مجال تشييد محطات الكهرباء، مد الكابلات، ويمكن أشهر حاجة اتعرفت بيها على مستوى الشارع المصري اللي هو تركيب العدادات، أو بالأخص العدادات الذكية يعني. بالظبط. يمكن ده لأنه طبعا بيلمس المواطن بشكل مباشر أكتر من الأنشطة التانية، فبقى معروف ان سكاي انرجي دي بتاعت العدادات يعني، انما طبعا تخصصها يعني اوسع من قصه العدادات الذكيه. ولينا الشرف الحمد لله ان احنا كنا من اوائل الشركات اللي اشتغلت في المجال ده في مصر من اكتر من 7 سنين دلوقتي، واخدنا مشوار التطوير في المجال ده على مدار السبع سنين، وصولا للمرحلة اللي احنا واقفين فيها النهاردة. بنطبق التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة في طرق التركيب والتشغيل. دخلنا بعد كده في المجال يعني السوفت وير والبرمجيات تحت مسمى شركة سكاي انتليجنس، ودي مسؤولة عن تطوير من الاسم بتاعها يعني، مسؤولة عن تطوير البرمجيات الحديثة من كل ما تشمله بقى، سواء البرمجيات اللي احنا بنستخدمها في أنشطة التركيبات أو ما يخص التعامل مع وزارة الكهرباء، أو البرمجيات المنتشرة زي الابليكيشنز والكلام ده في مستوى حاجات مختلفة يعني. في حاجات ما يخص وزارة الصحة عاملين برمجيات مطورة لإدارة وتشغيل المستشفيات، العيادات أو الأكاديميات الرياضية. طيب، خلينا نتطرق إلى موضوع العداد الذكي. وكان هناك مشاكل عديدة من العداد الإلكتروني السابق والعداد أبو كارت، وهناك سرقات عديدة في تلك العدادات. إزاي بخبرتكم قدرتوا تتغلبوا على هذه المشكلة؟ لأن طبعا دي بتهدر أموال كتير للدولة. خلينا نتكلم بصراحة شوية إن مشكلة العداد الكارت بالذات إنه المواطن خلاص بقى بعيد، مفيش حد يعني. إحنا زمان كنا نقول إيه، مندوب وزارة الكهرباء الممثل في الكشاف بتاع العداد، القارئ العداد أو المحصل بتاع الفاتورة، كان بيجي لي كل شهر، وبالتالي أنا عارف إن في رقيب بشكل أو بآخر بيجي لي البيت، فكان بيحد بشكل كبير من إن يبقى فيه سرقات أو أي تلاعب بشكل أو بآخر. لما حصل ان بقى العداد الكارت توسع شويه، فخلاص للاسف في بعض الناس، مش عايزين نعمم، اللي استغل ان هو مفيش رقيب او بقى بعيد عن المساءله شويه، فابتدت السرقات تزيد بشكل مش محكوم بطريقه ما. فده كان داعي ان يتم التفكير في سبل احكام السيطره على الاستهلاك وعلى العداد، وبالتالي لو حصل أي تلاعبات أقدر إن أنا أحط إيدي عليها.
في ظل المشروعات اللي بيتم تنفيذها في الوقت الحالي، خلينا نشوف أو حدثنا عن الطفرة اللي حدثت في قطاع المقاولات بصفة عامة. طبعا كلنا شايفين حجم المشروعات اللي موجود في الدولة على مدار السبع ثمان سنين اللي فاتوا، وخاصة في المجال الإنشائي. مش هنتكلم عن حياة كريمة بس، ولكن حتى الناس كلها ملاحظة سواء في الطرق، الكباري، العاصمة الجديدة اللي هي كنموذج للمدن الحديثة اللي بتنشأ في مصر، ما هياش الوحيدة. يعني عندنا لسه العالمين، عندنا مدن جديدة زي المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة إلى آخره من المدن اللي بيتم إنشائها في الصعيد. فمؤكد في طفرة معمارية كبيرة في الفترة الأخيرة والسنين الأخيرة، فتحت مجالات كبيرة جدا للشركات المقاولات وشركات الإنشاءات إنها تشتغل، وفتحت أكيد الفرص لأن يبقى حجم عمالة ضخم إنه يبقى موجود في السوق الفترة اللي فاتت. العوائق اللي بتقابلكم في تنفيذ المشروعات وإزاي بتقدروا إنكم تتغلبوا عليها؟ العوائق أكيد موجودة، عوائق كتير، وخاصة في الفترة يمكن إحنا كلنا حسينها في البلد على خلال السنتين، بالأخص السنتين اللي فاتوا. أكيد الوضع الاقتصادي العالمي اللي مأثر على الدول كلها، وإحنا جزء من العالم فإحنا مش هنبقى منفصلين عنه. يعني ده عامل يعني محجم شوية حركة السوق، محجم دوران رأس المال. أكيد برضو ضعف حركة التجارة العالمية من ضمن الأسباب اللي مأثرة على الوضع الاقتصادي في الدولة هنا، وبالتالي بيأثر على قدرتها إنها تبقى على قدم وساق مع الشركات المنفذة للمشروعات على الأرض. يمكن ده بشكل أو بآخر بيؤدي إن نقدر نقول إنه بيأثر شوية على سرعة أو سهولة دوران حركة العمل في الشركات. ممكن بيأثر شوية على المديونيات شوية. دي من أهم العوائق اللي احنا بنقابلها في المجال عموما دلوقتي. ارتفاع طبعا سعر الدولار ارتفاع الخامات كلها بشكل كبير. الفلسفة والاستراتيجية القائم عليها العمل داخل المجموعة خلينا نتكلم عنها بس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هنخرج الفاصل ونرجع لكم، استنونا. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور وائل الشهاوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الشهاوي. برحب بحضرتك مرة ثانية يا فندم. أهلا بك. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الفلسفة والاستراتيجية القائم عليها العمل داخل المجموعة. شوف، احنا من أول يوم بدأنا في شغل في السوق المصري، واحنا كان هدفنا الرئيسي التركيز على المشروعات المشتركة مع الدولة. يمكن بحكم الخلفية بتاعتنا المؤسسين للمجموعة ان هم كانوا من العاملين في الدولة، يمكن ده عامل لنا شوية جزء كبير من الولاء وحبنا ان احنا نكون مساهمين في المشروعات القومية. اكيد طبعا بحكم ان احنا في الاول في الاخر شركة خاصة بتهدف للربح، ولكن احساس ان انت بتشتغل في مشروع كبير بتنفذه الدولة وان انت ليك بصمة فيه وتشوفوا بعد كده أثره على الناس وأثره على وضع الدولة، ده بيبقى له يمكن طعم تاني مختلف شوية. ولكن في نفس الوقت احنا لينا برضو مساهمتنا في القطاع الخاص والشغل المشروعات الخاصة بينا، ولكن فلسفتنا دايما كانت معتمدة ان احنا نبقى مقدمين أحسن وأعلى جودة في التنفيذ، مع الحفاظ ان دايما تكون مستويات التكاليف والاسعار بتاعتنا تكون منافسه. يمكن ده اللي عمل لنا من بدايه ما ظهرنا في السوق المصري، كان مميزنا شويه وكان مقدرنا ان احنا بنتنافس مع كيانات يمكن كبيره ومعروفه في البلد، بحكم انك محافظ على جوده عاليه مع هامش اسعار مميز. يعني لو اتكلمنا عن كلمة ورسالة بتوجهها للعاملين داخل المجموعة تقول لهم فيها ايه؟ أول حاجة طبعا أنا عايز أوجه لهم الشكر كلهم،
على مستوى كل العاملين في شركات المجموعة. يعني مش عايز أقول لك قد إيه صبروا الفترة اللي فاتت، الضغوطات اللي احنا متعرضين لها في الظروف الحالية، إصرارهم إن هم يكملوا بنفس الكفاءة. ممكن نكون بنتعرض كلنا لبعض الإحباطات، بعض نتاج الضغوط دي، ولكن الحمد لله لغاية دلوقتي قادرين إن هم يثبتوا نفسهم ويحافظوا على الكيان يفضل واقف على رجله. هم بقوا كلهم بحكم طبيعة العمل بتاعتنا بقوا كلهم مقاتلين يعني، فقادرين إن هم الحمد لله يحافظوا على المكانة بتاعت المكانة. بقول لهم إن شاء الله الفترة الجاية هتكون أحسن، يبقى فيه انفراجة ونجاح أكبر، ونحافظ على اللي عملناه السنين اللي فاتت، ونأدي أداء أكبر من كده وأحسن من كده إن شاء الله، ونحتفل كلنا بنجاحنا يعني بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق دائما. باقة ورد يهديها الدكتور وائل، إلى من يهديها؟ يمكن مش عايز كلامي يبقى معاد، ولكن فعلا عايز أهديها لزمايلي في المجموعة، لأن فعلا بالأخص اللي موجودين الفترة الحالية الناس أثبتت إنها بتتعامل مع المكان إن هو مكانها، عايزين يثبتوا نفسهم، عايزين يثبتوا نجاح الفترة الجاية، نكبر في وجودنا، نكبر في المشاريع اللي احنا بنساهم فيها. فلو أقدر إن أنا أقدم لهم ما هو أكبر من باقة ورد كمان أتمنى يعني. إن شاء الله يا فندم التوفيق دائما لسيادتك ولفريق عمل المجموعة بالكامل، ومن نجاح إلى نجاح مستمر دائما. دكتور وائل الشهاوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الشهاوي، أنا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع ده. الشكر لحضرتك ولكل الحضور. أهلا بكم. أعزائي المشاهدين، تعالوا معنا هنخرج بتقرير من داخل موقع الشركة، فابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير ده، وهنكمل حديثنا الشيق والممتع مع امرأة لقبت بالمرأة الحديدية لما تقوم به من إنجازات على أرض الواقع. أسند إليها العديد من المشاريع، وأثبتت جدارتها على إدارتها وتنفيذها في الوقت المحدد. معي ومعكم بطلة هذه الحلقة المهندسة رحاب الجزار. برحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا وسهلا بيك. تاريخ المرأة المصرية مليء بالتضحيات، لكن في عصر الجمهورية الجديدة ارتبط اسم الإنجازات بالمهندسة رحاب الجزار. ربنا يخليك. مش قوي كده خالص يعني، والله هو الموضوع مش كده. هو الموضوع احنا طبعا في عصر الجمهورية الجديدة الضغوط الكتير اللي بقت بتواجه كل الناس، سيدات او يعني سيدة او رجل يعني، ولكن السيدات دلوقتي عشان بتشيل اعباء كتير قوي، ويمكن رجاله كتير هتزعل مني بس ما عنديش مشكله يعني. احنا دخلنا في اماكن كتير، السيدات تولت مناصب كبيره قوي وكانت الحمد لله قدها. بالظبط. تدرجت لامور كتير والشغل كتير صعب، والحمد لله برضو كانت اثبتت جدارتها فيه. بالظبط كده بالظبط. لو اتكلمنا عن تسخير المهندسة رحاب لمنظومة التكنولوجيا في النهوض بمنظومة الكهرباء، يا ريت حضرتك تحدثينا عنها. والله منظومة الكهرباء هي منظومة كبيرة قوي، كنا حابين جدا نبقى من ضمن المنظومة دي للتطوير اللي المفروض هنبقى داخلين فيه، ودخلنا فيه بالفعل، ولكن هو كان ينقصه شوية أدوات في التطوير، فكنا من ضمن الشركات يعني اللي بتساهم في المنظومة دي وفي التطوير ده في حد ذاته. دخلنا عملنا طفرة كبيرة قوي الحمد لله رب العالمين في تركيب العدادات، تغيير المنظومة الشاملة، إحلال وتجديد. الحمد لله مع المصنعين اللي موجودين في مصر على قدر عالي جدا من التفوق، بدأنا ندخل في منظومة جديدة تطوير على مستوى الجمهورية.
جميع أنحاء المحافظات في جمهورية مصر العربية هيتم إحلال وتجديد العدادات الموجودة اللي هي الميكانيكية القديمة اللي كانت بتوصل لفقد كهرباء، كانت بتتعب المواطن، كانت بتحمل على الدولة عاتق كبير قوي من الفقد للمنظومة. فطبعا القائمين على المشروع يعني أفكروا كتير، فوصلوا لمرحلة إن هم يبدأوا مشروع قومي كبير اسمه الإحلال والتجديد. إحلال وتجديد يعني إيه؟ عشان في معظم ناس مش عارفاه إن العدادات يعني في معظم كتير أماكن من نجوع وقرى وكمان مدن فيها العداد الميكانيكي القديم أو العداد البريبيد اللي بالكارت. كان ده برضو بيعمل حالة فقد في الكهرباء ده للدولة، وللمواطن كان تأخير شوية مثلا لمندوب وزارة الكهرباء في انه ياخد القراية للعداد، فبقى بيتأخر شهر والتاني، فبيجي ياخد القراية الأخيرة فبيحمل المواطن شريحة أخرى. فبالتالي ده بيجي المواطن مش فاهم، بيجي له النهارده فاتوره بسعر وبعد شهرين جاي له فاتوره تانية حاجه عاليه قوي بتسرق. لا طبعا هو مش كده، هو تراكمات وبيدخل من شريحه لشريحه لشريحه. فطبعا الوزير فكر ان هو لا يعني كده ده مش هيبقى بيخفف على المواطن شويه، فبقى نحول المنظومه من قراءه بشريه من عنصر بشري بحت لمنظومه ميكانيكيه صرف ما فيهاش اي عنصر بشري عشان يقلل ده العبء على المواطن والعبء على الدولة. طبعا منظومة العداد الذكي مما لا شك فيه ان مش كله صناعة محلية طبعا. امتى نقدر نقول ان تم صناعة العداد الذكي في مصر 100%؟ والله هو ده سؤال ذكي جدا من حضرتك، ولكن هو قريب قوي بإذن الله. هتبقى فيه مفاجأة كبيرة جدا هتبسط الناس قوي، لأنه احنا بنفخر دايما ان احنا دايما نقول احنا عندنا صناعة 100%، بنبقى مبسوطين بيها قوي عشان احنا كل الناس ما عندناش حد ما يحبش بلده. اما يبقى المنتج 100% مصري، 100% بالأيدي المصرية بشبابنا الجميل، لا هتلاقيها بس قريب ان شاء الله. ان شاء الله. وهتبقى برضو انتوا اول الناس اللي هتبلغوا بيها. يشرفنا يا فندم. طبعا المشروع التجريبي للعدادات الذكية بيضم 6 شركات لتوزيع الكهرباء. تمام. ما هي أهمية إيجابياته؟ والله هو احنا عندنا في مصر يعني 9 شركات توزيع وست مصنعين. تمام. المصنعين اللي هي المصانع الصرف تقريبا 4 والشركات التوزيع هم 9 على مستوى الجمهورية. فال9 دي علشان ياخدوا مدن والمحافظات لجمهورية مصر العربية، فالمنظومة كبيرة مش صغيرة. هم كله بيعمل جهده علشان المنظومة فعلا تطلع بأحسن صورة وميبقاش فيها هدر والمواطن يستفيد والدولة تستفيد إن شاء الله. مهندسة رحاب، هل وصلت صناعة العدادات إلى الاكتفاء الذاتي، وهل يمكننا فتح أسواق إفريقية وأوروبية؟ هو طبعا يعني ما فيش حاجة وصلت للكمال، كمال لله سبحانه وتعالى، ولكن احنا وصلنا لنسبة كويسة جدا ونسبة إلى حد مش هنقول مرضية، لأن احنا دايما بنطمح في الأحسن بكتير لرفعة الدولة المصرية، وللحكومة المصرية كمان بتسعى لده كويس قوي. احنا بنستهدف ان المرحلة الجاية بإذن الله لا هتبقى مرضية ومرضية للجميع بإذن الله إن شاء الله. لو اتكلمنا عن العوائق اللي بتواجه تلك الصناعة الهامة وكيفية التغلب عليها. لا العوائق دي كتير، منها اللي بصراحة هقدر أتكلم فيه ومنها اللي مش هقدر أتكلم فيه. لكن العوائق دي هو في حاجات بتبقى قرارات، في منها الصح ومنها الغلط عشان بس نبقى متفقين. مشكلتنا إن ممكن حد صانع قرار هو مش داخل ضمن المنظومة، فمش عارف القرار ده إذا كان هيأثر عليه ولا لا، بس خلاص هو أصدر قرار. ما عندناش كونسبت ان احنا نرجع في قرارات مع ان ده غلط. لا في قرارات كتير اتخذت الفترة اللي فاتت فيما يخص الصناعة كانت قرارات خطأ 100%. قللت جامد النسبة اللي كانت كلنا بنستهدفها ووزارة الكهرباء قبلنا في تحقيق المنظومة. فالقرارات دي يا ريت يعني يبقى فيها مناقشة
وباذن الله نحاول نناقشها الفتره الجايه علشان فعلا نعوض اللي فات، لان اللي فات كان كتير. احنا سنه كامله متعطلين في مشروع هو المفروض انه كان هيعمل نقله تانية، طفرة في القطاع، نقله تانية خالص. نصيب قطاع توجهات الدولة في الوقت الحالي بدعم الاستثمار والمستثمرين، نصيب قطاع صناعة العدادات منه، وهل هو كافي في الوقت الحالي ولا لا؟ هو طبعا ليه نصيب، لانه منظومه العدادات هي منظومه استراتيجيه. النهارده احنا شايفين التطور الرهيب في مجال الانشاءات والمدن الجديده، المدن المليونيه، زي العاصمه الاداريه الجديده، زي العلمين الجديده، دمياط الجديده، المنصوره الجديده، اسيوط الجديده. كل دي ده غير الحركه العمران الفردي. كل الكلام ده هو الاربع مصانع الموجودين مش هيغطوه. معنى كده احنا محتاجين مصانع محتاجين أكتر. طبعا، وبس يكون التوجه الجديد انه لازم يبقى 100% لاكتر من شق. 100% دي علشان احنا عندنا شباب على قدر عالي من الوعي والتفهم والخبره، نستفيد بيه، ما يطلعش بره. لو في كلمة ورسالة بتوجهيها للدكتور شاكر وزير الكهرباء تقولي له فيها ايه؟ أقول له بجد حضرتك قيمة وقامة. صدقني أنا اللي بيعرفني كتير وعارف إن أنا ما بعرفش أجامل. أنا دكتور شاكر هو مثلي الأعلى. أنا بحترمه جدا جدا جدا. دماغه كويسة قوي، حياته كلها فعلا للتطوير، تحديث. فهو فعلا شغال الفترة دي، احنا كلنا شغالين بتوجيهاته. الفترة اللي انا فيها حاليا مع حضرتك دلوقتي احنا فعلا شغالين بتوجيهاته. المرحلة الجاية اللي هو يعني بيشدنا ليها، لا مرحلة ليها نقلة تانية في عالم الطاقة في مصر. بالتوفيق دائما ان شاء الله. يا رب. مهندس رحاب الجزار، انا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع. ربنا يخليك، شكرا. اعزائي المشاهدين، هنخرج الفاصل ونرجع لكم، استنونا. أعزائي المشاهدين، نرجع لكم بعد الفاصل وهنكمل حديثنا الشيق والممتع مع المهندس محمد عكاشة، المدير التنفيذي لشركة السوفت وير، وبرحب بحضرتك معايا. أهلا بحضرتك. طبعا مهندس محمد عكاشة هو الدينامو والعقل الفاز في تنفيذ السوفت وير للمجموعة. يا ريت تحدثنا عن السوفت وير داخل مجموعة الشهاب. يعني احنا عندنا شغالين في السوفت وير بقالنا فترة أكبر من 12 سنة في مجال الشركات، إن كان سيستمز الخاصة بالاتش ار والحسابات، الحضور والانصراف باللوكيشن أو بطرق أخرى. مجال الصناعة والتصنيع، السوفت وير يقدر يكنترول العملية الإنتاجية كاملة من أول السبلاير لغاية ما المنتج بيوصل للكلاينت بتاعه والعميل بتاعه. لو اتكلمنا عن السوفت وير الخاص بمنظومة العدادات الذكية، يا حضرتك تحدثنا عنه. السيستم ده بيحسن المنظومة الخاصة بشركات الكهرباء من حيث الاستهلاك والتلاعبات كمان. الاستهلاك بيقدر يروح في نفس الساعة اللي أنا تم الاستهلاك فيها، بيقدر يوصل لشركة الكهرباء، بيبقى عارف كل حد استهلك قد إيه، بعيدا عن اللي كان بيحصل زمان من إن أنا محصل يجي عندي مثلا مش موجود، قراية غلط، حاجات كتير اللي كان المواطن بيعاني منها، وده كان بيأثر جدا طبعا على الفواتير، إن هي كانت بتيجي أعلى لأن شريحة مختلفة بتيجي طبعا أعلى من الاستهلاك الحقيقي. دلوقتي لا، مفيش الكلام ده خالص. هو العداد اصلا بيسند كل شويه الاستهلاكات بتاعه العميل بتاعي. نقدر نقول ان منظومه السوفت وير اللي محطوطه في العداد الذكي تقدر تتغلب على الاهدار بتاع المال العام. طبعا. اول حاجه حته ان انا اقدر ابعت ان في تلاعب لشركه الكهرباء بدون اي تدخل بشري.
دي اكيد هتحافظ جدا على موضوع الفقد، لان الفقد اكتريته اصلا بيحصل من موضوع التلاعب. التلاعب ده مجرد ما اي عميل بيحاول يتلاعب بيوصل في نفس اللحظه ان في العميل المكان بتاعه كذا، لشقته كذا، لرقم العداد بتاعه كذا، ده تلاعب في كذا. يعني هو تلاعب في ايه كمان، بحيث يقدر موظفين شركه الكهرباء او الضبطيه القضائيه تقدر تروح تشيك او تشوف هل فعلا في تلاعب او لا. حدثنا عن الابلكيشن اللي تم تنفيذه بالفعل للدفع الالكتروني. ما بقاش المواطن محتاج ان هو ينزل لشبكات فوري او ان هو ينزل يدفع في شركه الكهرباء، فانتوا ابتكرتوا ابلكيشن للدفع عن طريق الموبايل او تحدثنا عنه. الابلكيشن هيبقى يقدر المواطن بدل ما يستخدم حتى ولا الكارت بتاع العداد اللي هو الموجود دلوقتي، حتى الكارت ده انا مش محتاجه ان انت تروح تشحن من فوري او الكلام ده. انت بتفتح الموبايل ابلكيشن، بتكتب الكود الالكتروني بتاعك، بيبان لك كل استهلاكاتك وبيبان كل اللي حصل على العداد بتاع حضرتك، بحيث ان انت تقدر تراقب استهلاكك كمان، وتقدر تشوف الفواتير بتاعتك عامله ازاي وتقدر تدفعها في المواعيد المتاحه يعني. ده طبعا بيظهر لك الاستهلاك بتاعك قد ايه، انت في اي شريحه، الاستهلاك بتاعك اللي فات، بالظبط. كل ده انت مش محتاج تقرب من العداد تماما، كل ده انت بتقدر تشوفه من خلال الموبايل ابلكيشن دايركت. امتى نقدر نقول ان المنظومه دي اتعممت بالكامل على مصر؟ طبعا احنا دلوقتي في مرحله البايلوت، او في كميه مش كبيره اتركبت، لكن احنا باذن الله بنحاول ان احنا في اسرع وقت نكون نفذنا المشروع على الدوله كلها باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. المهندس محمد عكاشه، المدير التنفيذي لشركه السوفت وير، انا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع. اهلا بحضرتك. شكرا. وفي نهايه حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي امتعنا بحديثه الشيق، وانتظرونا في الحلقه القادمه من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم والى اللقاء.